عندك كوبايه سكر وكوبايه جوز الهند ونص كوبايه ميه. تعالى اقول لك على طريقه جامده جدا هنعمل بيها صينيه كيكه حلوه قوي، طعمها خطير، هشه وجميله جدا، حاجه كده خرافه. يلا بينا بقى نشوف مقاديرنا النهارده وهنعملها ازاي. ما تنسونيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يدخل يشرفني ويشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنبدا بيها، حطيت طاسه على النار او كزرولة اي حاجه، وهبتدي انزل بيها بكوبايه سكر ونقول بسم الله. كوبايه سكر كده هناخدها في اول الوصفه على نص كوبايه ميه، بسم الله. نسيبهم بقى يتكرملوا كده. انا مش هقلب في الاول خالص، هبتدي بس احرك الطاسه كده او الكسرولة بتاعتي، تمام. وهسيبهم لما يتكرملوا خالص. كرمل اهو بقى لونه ذهبي وجميل. هنزل عليه بقى على طول بمكعب زبده، تمام، واديله تقليبه كده واقفل عليه النار. هنا بقى حطيت الكراميل في الصينيه بعد ما دهنتها مسحه زيت كده بسيطه، تمام. عندي بقى كوبايه جوز الهند، هبتدي اوزعها بقى كده ونقول بسم الله في الصينيه. حطيت الكراميل وحطيت عليه جوز الهند ووزعتها كده. هركن بقى الصينيه على جنب. يلا بينا بقى نعمل الكيكه بتاعتها. يلا بينا نشوف باقي وصفتنا ايه. عندي كوبايتين دقيق نخلهم حلو، عندي معلقه بيكنج باودر كبيره، معلقه بيكنج صودا تمام صغيره، عندي بيضتين، وطبعا ما ننساش الفانيليا، عندي معلقه خل كبيره، عندي كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن. يلا بينا بقى نبدا على طول نشوف هنعمل ايه. جبنا البوله بتاعتنا اهي وابتديت هحط فيها بقى ايه، بسم الله، ونقول بسم الله كده. هنحط فيها اول حاجه البيض، بسم الله، مع السكر. عايزين تقللوا السكر قللوه، عشان احنا كده كده حاطين ايه، كراميل في الوصفه، فهيبقى مسكر. بس انا شايفه ان الكيكه كده هتبقى طعمها حلو ان شاء الله، وجربوها برضو ولو حابين السكر قليل تمام. هنحط طبعا قد معلقه فانيليا كده، بسم الله، واقلب كل المكونات دي في بعض. بصوا بمضرب عادي جدا، مش هنحتاج لا مضرب كهرباء ولا مضرب ولا خلاط ولا اي حاجه. هنضرب كله كده مع بعضه لغايه بس ما يندمجوا مع بعض، والسكر والبيض يختفوا تماما ويدوني لون فاتح شويه. قلبت كل المكونات كده مع بعض، تمام. هنزل بقى بمعلقه الخل الكبيره، بسم الله. بصوا اول ما نزلت بمعلقه الخل اداني لون فاتح للخليط بتاعي. هنزل بقى بنص كوبايه الزيت، بسم الله، زيت نباتي كده يكون ايه ملوش ريحه، يكون حلو جدا. عندي نص كوبايه اللبن هحطها واضرب المكونات دي كلها في بعض ضربه حلوه كده لغايه ما السكر يدوب، ما يبقاش عندي سكر فيه خالص. دوبت بقى، بصوا كل المكونات كده في بعض ما فيهاش اي نقطة سكر. هعمل ايه بقى في المرحلة ديت؟ هاجي كده للدقيق بتاعي وانزل بمعلقة البيكنج صودا ومعلقة البيكنج باودر، وما ننساش طبعا رشة الملح، رشة على ايدينا بس كده بسيطة خالص خالص. وهبتدي بقى اقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض، وهنزل بيها على المكونات السايلة بتاعتي واديها تقليبة حلوة كده، بسم الله. ننزل بيها بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واقلب تقليبه حلوه جدا جدا بشويش كده. اقلب كل المكونات دي في بعض بقى كده لغايه ما يتكون معانا خليط سايل كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، كيكه عاديه جدا. هوريها لكم. بصوا قلبتها كده وجبت الاسباتيولا علشان اجيب الجناب وما يبقاش فيها اي دقيق خالص. وبصوا قوامها بقى كده. هبتدي بقى اجيب الصينيه، طبعا من اول ما ابتدينا
نشتغل. شغلت الفرن على درجة حرارة 180 عشان اسخنه. تمام. هنا قلبت المكونات كلها مع بعض، حضرت الصينية وعليها الكراميل وجوز الهند، وانزل عليها على طول بالخليط بتاعي كده، ونقول بسم الله. حطيتها في الصينية اهي. نبتدي بقى نديها خبطتين كده وندخلها على درجة حرارة في الفرن 180 الرف الوسطاني. واول ما نشم ريحتها كده هتطلع جامده، يعني نص ساعه كده ونبتدي نختبرها. وبعد كده بقى اول ما تطلع هنقلبها على طول وهي سخنه. والكيكه طلعت من الفرن، سبتها يا دوبك تهدى، حاجات بسيطه خالص. لازم نقلبها وهي سخنه. هقلبها كده، قلبتها اهو، بقت تمام التمام. عايزين بقى تحطوا عليها كمان شويه صوص كده كراميل من فوق الوش، هنحط ونقول بسم الله كده. حاجات بسيطة بس كده، بس هي كلها كراميل ومتكرملة، حاجات كده بسيطة جدا. هعمل ايه بقى تاني؟ هنبتدي بقى شوية جوز الهند بقى كده ابيض، ونرشرش ونزينها بقى بيها كده. حطيت بقى جوز الهند عليها. طبعا هنسيبها تبرد شوية ونقطعها، بس انا حبيت اوريكم. بصوا الحلاوة والجمال، بصوا عالية، خطيرة خطيرة خطيرة، طعمها جامد جدا. والعسل كده مغرقها، او الكراميل مغرقها، حاجة خطيرة جدا. عايزاكم تجربوها بالطريقة دي، هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها عنا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.